محكمة حوثية تحكم بالسجن على مصطفى المومري وناشطين آخرين وتحذف قناته. أصدرت محكمة حوثية قرارا بسجن الناشطين أحمد علاوة ومصطفى المومري وأحمد حجر وحمود المصباحي لمدة تتراوح بين 3 سنوات و6 أشهر، وذلك بتهمة التحريض ضد النظام وإثارة الفتنة والفوضى في البلاد. وأضافت المحكمة الحوثية في قرارها بحذف حسابات الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي وتغريمهم مبلغ 10 ملايين ريال، حيث حكم على أحمد علاوة بالسجن لمدة 3 سنوات، وعلى المومري بالسجن لمدة 1.5 سنة، وعلى أحمد حجر بالسجن لمدة 1 سنة، وحمود المصباحي بالسجن لمدة 6 أشهر. كما تم حذف قنواتهم وتغريمهم بمبلغ 10 ملايين ريال. وتعتبر هذه الخطوة من قبل السلطات الحوثية جزءا من حملتها المستمرة لقمع المعارضة